رأينا في الحلقة السابقة كيف أن البطل يستخدم جزءا بسيطا من قوة الخاتم، وتعرفنا على الملك والأمراء الثلاثة الذين هم رابتوس وألفريد وجيرارد. والآن فلنبدأ قصتنا. بعدما قام أتير بالقضاء على ذلك الدبس على خاتمه، انتهى من تجميع الطاقة منه، فأخبره بأنه لم يتجاوز حتى 10%. ثم قرر الذهاب إلى قريته لأخذ أمتعته من أجل الذهاب للزنزانة. عند وصوله للقرية يجد أحد من الجنود أمام البوابة، ويقوم بإمساك أحد من الأزهار المنومة ويقوم بحرقها من أجل تنويم الجنود. ثم يسرع بالدخول إلى القرية ويجد أنه وضعوا على رأسه مبلغا كبيرا للقبض عليه. ثم يمسك تلك الورقة ويرميها ويغضب، ويبدأ بالتحدث مع روحه وتقول له الآن لديك 3 مهارات يمكنك استعمالها، ولكن لكسب المزيد من القوة يجب عليك الحصول على الآثار الملعونة، وهي تكون داخل الزنزانات بكثرة. فيجد أحد من الحراس ينظر إليه ثم يختبئ بسرعة كي لا يروه. بعدها يتوجه نحو مخبأ سري وراء الحانة. يرد أحد من وراء ذلك الباب: من هناك؟ يبدأ بطلنا بالنظر ويقول: فقط هذا أنا. يعانقه صديقه ويرحب به ويدخل به إلى الحانة. عندها بطلنا يظهر لهم مجموعة من الأدوات السحرية بعدما قضى على الذئب العظيم. يندهي الكل بما أتى به أتيلر، ثم يبدأون بالتحدث ويقول له أتيلر: هل يمكنك أن تقرضني بعضا من المال وسأرجعه لك بعد يومين على الأرجح؟ فأنا لم أتوقع من ذلك الشقي أن يفعل كل هذا. يرد عليه: أنا لا أستطيع حاليا. يقول له: حسن، لا مشكلة، فقط أعطيني بعضا من الشراب. للمعلومة أقصد بالشراب العصير. ويذهب لصديقه الآخر القزم نور. يضرب البطل في الطاولة كي ينهض القزم ويقول له: أتريد إزعاج حاليا؟ هذا يكفيك ما فعلته من قبل، أنني لم أبع أي شيء حتى الآن. يرد بطلنا: لا مشكلة، سوف أشتري أنا منك. شكرا لك، حقا أنا أقدر لك هذا، فلا شخص أراد أن يشتري مني رغم أنني فعلت أسعارا مناسبة ورخيصة جدا. حسنا، اختر ما تريد. يرد عليه بطلنا: أريد سلاحا يكون قويا كي أستطيع مواجهة الوحوش التي في الزنزانة. ويبدأ بطلنا بتجريب بعض من الأسلحة الموجودة هناك، ثم يمسك أحد من المطارق، ثم يبدأ بتجربته، ثم يظهر له الوحش ويقول: إنها بدون فائدة. ينصدم البطل ويقول له: كيف يمكنك الخروج من الخاتم الآن؟ يرد عليه: أنت وحدك من تستطيع رؤيتي، والآن اختر ذلك السيف، قد يكون مفيدا لك. ذلك القزم رغم أنه ليس لديه أي قوة سحرية، ولكن مهارته في تصنيع الأسلحة خرافية للغاية. ثم يتوجه أتيلار إلى الزنزانة ويبدأ بقتال بعض من الوحوش باستخدام قوته السحرية، ويبدأ بإطلاق عليهم طلقات قوية من السحر. يندهر بقوة الخاتم، ثم يبدأ بحفر بعض من الكريستالات وتجميعها. بعدها يسمع صوت وراءه، ثم يلتفت لينظر إلى أن هناك تنين عملاق وراءه ويهجم عليه. يصيبه في كتفه، ولكن الروح تساعده ويستعد لقتال ذلك الوحش. ثم يخبر خاتم بأن يمسك ذلك السيف. يذهب ويمسك ذلك السيف ويتوجه نحو التنين مباشرة. يهجم عليه ويبدأ بطعنه ويضرب بعض الكريستالات الموجودة فوق رأس ذلك التنين، وتبدأ روح البطل بالتهام كل بقايا ذلك الوحش. لكن تنين لا يستسلم ويبدأ بالهجوم على البطل، وبالكاد يصدها البطل ويبدأ بالهجوم عليه، ولكن ذلك بدون فائدة. يلقي الوحش ببطلنا بعيدا ويصيبه بإصابات خطيرة، ثم يمسك الوحش برأس البطل ويقترب من القضاء على البطل، لكن أتيلار يظهر قوة جبارة تقضي على الوحش في لمح البصر. ثم يحصل انفجار مدوي مسببا دمارا كبيرا. يبدأ الخاتم بمعالجة جروح البطل. يقول بطلنا للخاتم: ما هذه القوة التي أطلقتها فجأة؟ يقول: إنها قوة بسيطة من قوتي، وأنت لم ترى شيئا بعد، حقا إنك تتباهى كثيرا بنفسك. يرد عليه: فلتصمت والآن دعنا نكمل. ثم يبدأ البطل باستخدام مهارة الكشف عن المكان. يجد هيكل عظمي غريب ثم لا يهتم له، ثم يتقدم. تنفجر طاقة قوية من ذلك الهيكل العظمي وتلقي بالبطل بعيدا. وينظر أمامه ويجد الكثير من الجواهر القرمزية ويريد أن يلمس إحداهن فتضرب الصاعقة. عندها يقول له: انظر ليدك ماذا حصل لها للتو. وعندما نظر وجد أن يده محروقة للغاية. بعدها يتفقد غنيمته ثم يتقدم إلى الأمام فينظر، وإذ به يجد بوابة عملاقة ويريد فتحها. وبعد فتحه الباب يرى شيئا غريبا ومختلفا وعجيبا للغاية، لم يسبق أن رأى مثيلا له. طاقة متمركزة في وسط البلورة. ينصدم بما يرى، وإذ به يهاجم. تتوجه نحوه بعض من البلورات ويقع انفجار ضخم.
فيسرع لتحطيم بلورة وإذ بشظية تضربه لرأسه. تبدأ بلورة بإصدار طاقة مروعة وتهاجم بطلنا، لكن أتيلر لها بالمرصاد، ولكن كل هجماته وكل مقاوماته ودفاعاته من أجل حتى خدشها لم يستطع، وجميع محاولاته في الهجوم عليها باتت في الفشل لأنه لم يستطع حتى لمسها ولا لمسة واحدة. تقوم بلورة بجمع معد من الطاقة وإرسالها إلى بطلنا بقوة شديدة ثم تعصفه أرضا، وتبدأ بعد الطاقة في السيران في عروقه. يبدأ بالإحساس بخيبة الأمل وأنه لن يستطيع الفوز، ولكن الروح تقول له تستطيع، إليك القوة. وينهض بطلنا وهو يريد القضاء عليها بحرقة، فيسرع في القفز عليه ويمسك سيفه ورشقه في البلورة، ويمسك إحدى من البلورات ثم يضربها بكل ما أوتي من قوة نحو البلورة ثم تنفجر. يقع مغمى عليه، ثم يبدأ بطلنا بتذكر كل ما حدث له قبل أن يحصل على ذلك الخاتم، ويبدأ باستعمال مهارة العلاج على نفسه كي يشفي كل جروحه. يكون منهك من كل هذه المعارك التي قام بها، يقول إن هذا الخاتم قوي للغاية، بدونه لكنت الآن ميتا. ثم يبدأ بتفقد القوة التي حصل عليها والموارد التي أخذ من هذه المغامرة. بعدها ينصدم بعدد المهارات التي حصل عليها، فهناك بعض المهارات مثل مهارة غريزة الحيوان والطعام المخصص تم تطويرها إلى المستوى السابع والمستوى السادس. ويقول بالنظر إلى كل هذا فلقد تم فتح العديد من المهارات وذلك جيد بالنسبة لي. ثم يخرج إشعار في النظام أنه قد تم تفعيل المهارات. ثم ننتقل إلى مقر تواجد ذلك القزم. ينصدم القزم بما يرى السلاح محطما ويقول للبطل كيف استطعت تكسير هذا السيف؟ لقد صنعته بكل احترافية وقوة. أظنني حقا لا أجيد صناعة الأسلحة، أنا آسف جدا، لقد صنعت سيفا غير مثالي لشخص مثلك. يقول له بطل هذا ليس مهما الآن، لقد أحضرت لك بعض الأدوات لصناعة لي سلاحا قويا وبعض من المال، هل يكفي ذلك لصناعة شيئا مذهل؟ ينصدم القزم ويقول له هذا كافي، بل هذا كافي جدا. ثم يسلم عليه بطلنا ثم يذهب. يصل بطلنا إلى حانة صديقه ثم يبدأ بالتكلم معه ويخبره عن قصته وما حصل له في تلك الزنزانة، ثم يسلم عليه ويذهب للنوم. ثم يبدأ بالتحديق في الخاتم. تخرج الروح من الخاتم وتخبر أن حتى القوة التي حصل عليها الآن لم تكن بشيء مذهل، بل هناك العديد من القدرات تم ختمها ولم تستيقظ بعد. يرد عليه البطل وكيف عساي أن أظهر هذه القوة؟ يقول له عندما اندمجت معك تم ختم جميع المهارات والقدرات، لا أعرف لماذا والسبب، ولكن عندما اندمجت معك لم يستطع إظهار أي من قوتي. يقول له البطل وما تلك المهارة التي حصلت عليها الجديدة؟ فأنا لم أعرف اسمها وأي نوع من القدرات هي. يرد عليه ويقول أنا بنفسي لا أعلم، ولكن قد نراها في ساحة المعركة وعندها قد تستيقظ قواك. ولمعلوماتك لزيادة من قوتك يجب عليك القضاء على العديد من الوحوش، فمنهم أنا أستمد طاقتي. بعدها ينام بطلنا ويأتي صديقه ويبدأ بطرق عليه الباب ويدخل ويقول له لقد حدث شيء سيء فلتسرع. يذهب البطل لتفقد ما حصل إذ به يجد ذلك القزم مغمى عليه وهو مضروب للغاية. يقول له هناك بعض الأشخاص يريدون الانتقام مني ولكن لا أعرف لما فعلوا به هكذا. عندها يضع على وجهه إكسيرا فيه طاقة ليشفى بسرعة. ينهض القزم ويقول هؤلاء اللاعنون لقد غدروا بي وأخذوا كل ما أملك، لم أستطع فعل أي شيء ضدهم، حتى الأدوات التي أعطاني إياها أرشر قد سرقوها مني وأنا حقا آسف لذلك. هؤلاء اللاعنين لقد حضرتهم أكثر من مرة. يقول أرشر للقزم هل أكملت السلاح؟ يقول لا، لقد سرقوا مني كل شيء. يرد حسنا سآتي بسرعة، سأتولى أمرهم في الحال. يبدأ أرشر بالتحرك وبتنشيط مهارات الغريزة الحيوانية. تقول له روحها ستقوم بقتلهم، أظنني قد أفعل ذلك. بعدها يظهر أرشر وراء هؤلاء الأشخاص ويدور إليهم بنظرات كلها رعب وقوة. يقولون له لقد أتيت في الوقت المناسب، لقد كنا نبحث عنك، نريد القضاء عليك أيها الأحمق. يرد أنتم لا تجعلوني أمزح، أنتم مجرد حتالة لا تستحقون حتى العيش. ثم يبدأ أرشر بالقضاء عليهم واحدا تلو الآخر. يريد شخص الهجوم على أرشر ولكن أتى له بالمرصاد يصده ويضربه ضربة بلكمة مذهلة حتى أنه بدأ يشاهد بعض من العصافير تضرب في رأسه. ثم يسكب عليهم إكسير العلاج فهو تراجع عن قتلهم. ننتقل لليوم التالي وأرشر يتناول فطوره. يقول لنا أصدقاء كيف فعلت ذلك؟ حقا إنك قوي، لقد تغيرت كثيرا عن ما كنت فيه سابقا. أنا لم أفعل شيء، إنهم كانوا مجرد حمقى لا يستحقون حتى أن أقاتلهم.
حسنا، والآن انظر، لقد انتهى القزم من صناعة سيفك. والآن انظر إليه، لقد انتهيت منه لأنه لديه العديد من المزايا والقوة، وأيضا فعلت فيه شيئا قويا لكي يساعدك في القتال. لقد فعلت مكان لدق قوة أحجار الكريمة، إنها قوة جبارة وقد تساعدك في القتال حقا، إنه حقا يليق بك، أنت تبدو جيدا به. لقد كبرت حقا. إنك كنت صغيرا، انظر لك الآن، لقد أصبحت بطلا. شكرا لك، ولكن لم أصل حتى الآن إلى حدود قوتي. ننتقل إلى القصر، وأن ألفريد قد وصل إلى القلعة. بعدها يدخل إلى القلعة ويبدأ في جلوس. يبدأ بالتفكير، ثم يدق عليه شخص للباب يقول: من هناك؟ ادخل. هذا أنت. لنترك التحية جانبا، إذا هل هناك أي نتائج؟ لقد سمعت أنه تم القضاء على جميع جنودك. عندما تلتقي بالملك لا تخبره أي شيء. حسنا، ذلك الآن لا يهم، فلتستمع لأوامر الملك فهو ينتظرك. تحياتي لجلالة الملك. أيها الملك، لا حاجة لتوبيخه، مر وقت طويل لم أراك فيه يا جيرارد. لقد سمعت أنك كنت مشغولا بالقتال. هل يعقل ذلك؟ عندما كان يقاتل جنود ظهرت زنزانة، لذلك قام جيرارد بغزو الزنزانة. لو لم يذهب جيرارد على الفور ووصل في الوقت المناسب لما انتهت الأمور على هذا الحال. لذا أرجو من جلالتك أن يسامحه، إنه فقط كان يفعل واجبه. حسنا، إذا ما كانت النتيجة؟ جلالة الملك، لقد قمت بالقضاء على أحد من الخونة، إنه بالتأكيد جاني. ما دمت عدت بأمان فهذا كل ما يهمني. شكرا لك يا جيرارد على كل ما فعلته. ننتقل إلى البطل في الغابة، وهو يحاول أن يأكل بعض من الأسماك. أنت تأكل شيئا مثل أصابع الضفادع، هذا غريب. أنتم البشر تأكلون أشياء غريبة. يجب عليك أن تعرف أن هذه الغابة مليئة بالجن، وهم يكرهون البشر كثيرا. انظر من يتحدث، الروح. هل سمعت ذلك؟ يظهر شخص، هناك أشخاص يريدون الهجوم عليه حتى اقتربوا من قتله. تقول لهم: أبرحوه ضربا وألقوه بعيدا من هنا. ننتقل للبطل، وهو كان يتمشى في الغابة وبدأ بتفعيل مهارته، مهارة الغريزة الحيوانية. عندها يكتشف جسما غريبا ثم يتوجه نحوه. يشاهد رجل غريب وهو معلق في أحد من الحجارة، ثم يتوجه نحوه ويعطيه بعض من الماء ويقول: من الذي قد يفعل شيئا بهذا الشخص؟ عندها تظهر فجأة بعض مخلوقات من الماء. عندها بطلنا يبدأ بإطلاق عليهم بعض من الطلقات السحرية. يمسك بطلنا بالرجل بسرعة ثم يهرب. كما يقول المثل: فالهرب نصف الرجولة. ثم يطلق بطلنا من خاتمه قوة هائلة تدمر كل الوحوش. بعدها يستيقظ ذلك الرجل وينظر إليه بطلنا بنظرات غريبة. يرد الرجل: لماذا تنظر إلي هكذا؟ يرد البطل: أخبرني ماذا حصل معك، لماذا أنت كنت ملقى عليك هناك؟ يرد عليه ويقول: كنا مجبرين على الدخول من هنا من أجل تسليم البضاعة بسرعة. عندها ظهر أولئك الجن وبدأوا بالقضاء علينا أنا وكل ما كان معي. حسنا، لا مشكلة، سوف أرشدك إلى طريق الخروج من هذه الغابة. عندها بدأ بطلنا يتمشى مع ذلك الرجل، وكانا واقفين في أحد الجروف. ثم يسمع بطلنا أن هناك شيئا يتجه إليهم بسرعة خاطفة. عندها يتجه سهم نحو الرجل، ويذهب بطلنا بسرعة خاطفة ويكسر ذلك السهم. ينظر بطلنا بنظرات مرعبة، وحينها تظهر فتاة تقول لبطلنا: قم بتسليمه لنا. يرد البطل: ماذا لو لم أرغب بذلك؟ أيها اللعين، لن أقولها 3 مرات، سلمه لنا. يبدو أنك قد أخطأت في شيء ما، فأنا لا أحاول أن أكون شجاعا. فإذ كنت تريدين القتال فلا تتحدثي بالهراء وتقدمي مباشرة. لو كنت موجودا في أيامك التي لم أكن موجودا بها لكنت سلمته على الفور. أنت مزعج حقا، ربما نحتاج الحديث معا بدلا من العنف. ولكن إليانا، فنحن لسنا وحوشا تلحق الأذى بأي شيء، لذا كن هادئين. وتقوم إليانا بإخبار أتيار بكل الأعمال السوداوية التي يفعلها ذلك الرجل، وتذهب إلى مكان سقوط عربة ذلك الرجل وتقول له: انظر إلى هذا، وهناك شيئا أريد أن أريك إياه أيضا. فتذهب إلى البحيرة وتخرج منها يد وتقول له: هل رأيت إن هذا الشخص يتاجر في العبيد؟ يغضب بطلنا ويقول: بطرس، لقد خدعتني حقا. يضربه بطلنا ويقول له: اصمت. عندها يبدأ الرجل بالهروب، ثم تطلق عليه إحدى من الجن بعض من السهوم فتصيبه، وتقف أمامه تريد أن تقتله. يبدأ بالتوسل بأن تبقيه حيا، لكن لا حياة لمن تنادي. تطلق عليه في رأسه. ماذا سيفعل بطلنا مع الإلف؟ وما هي الخطط التي تدور في رأس ألفريد؟ ولذلك سنراه في الفيديو القادم. حسنا، هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. وأنا آسف لأنني لم أستطع إطالة الفيديو أكثر من هكذا.